انتي ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ البسي الجيبه السودا دي بس. مشروع المزرعه السعيده فهنا حاطين صباح الخير. الساعه 7 الصبح زي ما انتم شايفين دلوقتي. الصبح لسه طالع وبيقول لي برضو صباح الخير، يعني لسه بيفكر يطلع كده. وانا اصلا صاحيه بالعافيه وبجد امبارح ما نمتش كويس. يعني انا نايمه امبارح الساعه 4، لقيت ماما جايه بتقول لي لسه بغمض عيني، لقيت ماما جايه بتقول لي الساعه بقت 7. اللي هو انا امتى نمت عشان تبقى الساعه بقت 7؟ فاكتشفت ان انا خلاص رجعت الايام المرمطه والبهدله والصحيان بدري وقله النوم. فاهلا بالايام الجميله، اهلا بيها بجد. كمان الجو بدأ يسقع كده وفي نسمة سقعة بس هي بتبقى ساعة كده أول ساعتين في اليوم وبعد كده خلاص. عامة يعني صباح الخير. لحظة إدراك إن الواحد بقى في أول يوم دراسة دي بتبقى أسوأ لحظة بتمر عليه على مر التاريخ. فأنا دلوقتي بمر بأسوأ لحظة في حياتي. الجامعة حلوة لكن أنا مش عايزة أصحى بدري وأنام بدري والبهدلة بتاعت الصبح دي. الواحد عايز يعيط. الراس اللي طلعت دي القطة عادي خالص. أنا نفسي أسألك سؤال واحد بس، ها بصيلي هنا. انتي انتي ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ بتبصي على ايه؟ انتي بتبصي على ايه؟ اتقي الله، خشي نامي واتقي الله. انتي عشان فاضيه بقى، انتي عشان فاضيه. صباح الخير لتاني مرة. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اول يوم في الجامعة، بدأنا خلاص السنة الدراسية الجديدة، وكالعادة وزي اي سنة لازم بتأخر في اول يوم. والله مش بس في اول يوم، هو في الايام كلها انا دايما بتأخر فيها. بس الصراحة انا ما كنتش ناوية اروح النهاردة، وبعد تفكير كتير ومحاولات اقناع من اهلي ان انا انزل النهاردة قررت ان انا انزل، فعلشان كده اتأخرت في الصحيان. النهاردة كمان ما كانش عندنا محاضرات كتيرة، هي محاضرة واحدة. عايزة اقولكم ان انا لحد دلوقتي ما جهزتش وما جهزتش هدوم ولا فطرت ولا عملت اي حاجه، ومعادي في هناك في الجامعه الساعه 10 ودلوقتي الساعه 8. فيعني بجد اتمنى الحق وفي الاخر ما اروحش تكون المحاضره اتلغت. قدرت اللبس اللي هلبسه النهارده، اسهل حاجه لقيتها في الدولاب طلعتها يعني، فاللبس هيبقى كده سهل ومريح. بيزك وشميز. الشميز ده يا جماعه ما كانش مكوي وطلعته وكويته كده كروته. البس الجيبه السودا دي بس. هروح البس بسرعة جدا لاني متأخرة قوي قوي قوي. كنت عايزة اصور لكم وانا بتجهز بس للاسف ما عرفتش لاني متأخرة جدا 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 كمان يعني. فيدوبك اخد الشنطة وانزل بقى. خدت الشنطة الصغيرة دي عشان مش هحتاج حاجات كتير، فيدوبك اجري عشان الحق اوصل، لاني حاسة اني هدب المشوار والمحاضرة بعد كده هتبقى خلصت. فيدوبك اجري بقى عشان الحق اوصل. يلا بينا. اول يوم في الجامعات فالدنيا كلها زحمه، فعشان كده ما كنتش عارفه اصوركم خالص وانا نازله. كمان كنت عايزه اوريكم وانا نازله بقى الاستعدادات بقى وانا بجهز الشنطه والحاجات وكده والحركات دي، بس ما عرفتش يا جماعه، كنت متاخره جدا. ان شاء الله في فلوج تاني هصورها لكم. مستنيه شهد تيجي وبعد كده ونروح بقى الزمالك، عشان انا كليتي في الزمالك لو انتم مش عارفين، كليه فنون جميله. يا جماعه انا مكتئبه والله. انا لسه داخله قاعدين انا وشهد لقينا الناس مشيت. يعني بعد المحاضره كام؟ احنا الساعه 10 و40 دقيقه، يعني 11 الا تلت. رجعنا تاني لاجواء الشجر بقى واجواء الجامعه عشان نعمل فيزا. رايحين البنك اللي هو اخر الشارع ده.
وهنشوف. وصلنا البنك اهو. تاني خبر بشع النهارده. جينا للبنك لقينا النهارده السبت وهو كان قافل. النهارده يعني المحاضره تتلغي والبنك يتقفل. خايفه نروح ما نلاقيش المترو اصلا. يستر على توت الشام ونلاقي بص احنا دلوقتي في اتجاهنا عشان نشرب سموزي. هنلاقي عمو قافل دلوقتي، هيبقى يعني بصي نتكل على بيتنا جري. فاتمنى ما يحصلش اللي شاهد بتقول عليه ده عشان هنقعد نعيط في الشارع. دلوقتي توت الشام اهو، افضل عصير هنا. يلا نطلب. ما لقيناش سموزي اللي احنا عايزينه. ادي اللي ينزل وهو مجبور. شايفين كل حاجه بايظه. دلوقتي اخر سوبر ماركت، لو لقينا عنده حاجه هنجيب، مش هلاقينا هنروح بجد عشان انا زهقت. يا جماعه هنا كان في كراسي بس ده الظاهر مشروع تخرج اسمه مشروع المزرعه السعيده، فهنا حاطين زرافه. هنا بصوا عاملين حاجات كده، وده المشروع حاطه قرد. هو هندي يعني. دي واحده قاعده بتشحت مالناش دعوه بيها. لله حد يديها جنيه كده علينا. فاهو تعالوا نشوف. وهنا بصوا عامله حاجات برضو، ده قسم نحت عندنا، فدي مشروعات تخرج اهو. انا مش عارفه بس ده مش القسم بتاعي عامه، ده قسم نحت. هنا مكان ده اسمه البرجوله، نقعد فيه بقى نرسم وكده، في بنشات جوه وكده. بندور على مكان نقعد فيه. ده مبنى عماره مش بتاعنا. مكتب المدير. مره قعدنا نرسم الشباك ده، وعايزه اقول لكم ما عرفتش اخلصه. المدير اللي هناك ده مكاننا المفضل اللي جبت فيه كولا في الاخر يعني، اهم حاجه ما تبقاش مقاطعه. وشهد وريني يا شهد. كل حاجه كده، معرفش اعمل اي حاجه في حياتي يا جماعه. مقفوله قوي، مش قادره كده. شهد فتحنا. مثلا اي حد ماسك تليفون اعدادي معانا. كان ورايا واحده اعدادي، فبقول اي حد ماسك تليفون بيصور اعدادي معانا، لقيتها بتقولي شكرا. لازم اكسب نفسي. استعداد للمروح. ادي المترو اللي هنروحه ونرجع بيتنا تاني. فاضل 4 دقايق عشان